عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، آمين. ازيكم حبايبي اخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هقول لكم على فكرتين حلوين هينفعوكم في المطبخ ان شاء الله. اول فكرة وهي حبل الشفاط. لو حبل الشفاط اتقطع منك كده زي ده، هقول لك انا تعملي ايه. مش حاجه صعبه ولا حاجه يعني مشكله. هو اتقطع مني على مرتين. اول مره اتقطع مني الماسك بتاعه اللي هو ده، وبعد كده اتقطعت حتة تانية. فانا بقى ايه، اخر ما زهقت بقى قلت هنعمل ايه، جبت الحبل ده في منه حبل غسيل، حبل جامد جدا، وفي منه الحبال اللي هي ده بقى بتاع التنجيد، بيبقوا حاطينه في قماش التنجيد والحاجات دي، ده اجمد من كمان من بتاع الغسيل. فانا جبت حته خدت المقاس اللي انا عايزاه على قد طول الشفاط وطول ايدي، عشان مش يبقى قصير واشب، لان انا كنت بشب الاول. ورحت عامله ايه، فكيت دي من اللي هي القمع ده. وعلشان طبعا كل هيقول لي ان طب دي دخلت ازاي، عملت ايه، مسكت مسمار بزراديه او باي حاجه عندك وسخنته على النار ووسعت الفتحه، ورحت مدخلها من هنا، ودي لسوعتها كده مع النار، اللي هو الطرف التاني ده لسوعته على النار علشان ايه، يبقى داخل جوه، ما يبقاش مشرشب كده ولا ينسل معايا. هجيب الطرف التاني وهربطه، اوريكم برضو هنعملها ازاي. هنعمل ايه بقى، هنفك حتة الشفاط دي وهنفك الرباط ده منها او نقصه ونربط دي مكانها. انا عشان مش عارفة اتمكن هفك الاول الحاجة واوريكم هنعمل ايه. انا فكيت اهو، بصوا بقى في بقى الخرم هنا اهو، الفتحة دي هدخل منها الرباط واربطها على قد ايه ما انا عايزاه. ادي كده شكل اللي بعد ما ركبت. لو لقيتي الفتحة ضيقة ممكن توسعيها برضو بالمسمار اللي فيها اللي هتدخلي منها الرباط. وادي اهو، ده الطول اللي انا عملته عشان يبقى مثلا مش هشب منها. واهو بصوا جامد، هيقعد معايا على طول انا اهو. وادي كده اول فكرة معانا في المطبخ اهي. بصوا جامد، شدي معاكي طول العمر. يعني انا جبت الحبل ده معايا، يعني انا ضمناه 100%. مش تنسي بقى ايه، لو عجبتك الفكرة تحطي لايك للفيديو. وادي شكل شفاط برضو هو متركب عادي، مش عملت اعاقة ولا في اي حاجة ولا عصلجت معانا اهي. اهي ده شكلها اهي. تاني فكرة برضو خاصة بالشفاط، بس بقى من بره. شفاط لو عندك من بتاع زمان كده، تلاقي الباب عملوا له الشباك بتاعه الهيكل الخشب، يعني عاملينه من غير، بيبقوا عاملينه كده ما فيهوش السلك ده، فتلاقي العصافير دخلت، تلاقي عش، تلاقي لم حاجات. فانت من بره هنزلك شكل صورته من بره، من شكل من الشفاط من بره، تروحي مركبه له سلك عشان يحميه من اي حاجه من العصافير كده. لا هتلاقي في عصافير دخلت ولا عملت في اي حاجه، ولا حاجه دخلت، ممكن فيران، ممكن اي حاجه تخشلك منه. ده هتحميه من الحشرات والعصافير والناموس، مش هتحميلك المطبخ من انه يدخل منه اي حاجه، من تحميلك المطبخ من يدخل من فتحه الشفاط اي حاجه. ومعلش بقى على شكل الشفاط، لسه بقى ايه هنشتغل في التنظيفات وكده. انا حبيت بس اوريكم الفكره وهوريكم شكل الصوره من بره. بتجيبي حته السلك بتقيسيها على قد اللي انت عايزاه. بصوا هو السلك ده اهو، انا مركباه بقاله سنين عندي وما شاء الله عليه، يعني عايش اهو. بتجيبي بتقيسي المقاس وتقصي حته السلك عليه، وبالمسامير بتثبتيها، هنزل لكم صورته وتشوفوها زي متثبته ازاي. بصوا ده شكله بالنهار اهو. انا عشان كنت بصور بالليل قلت اصوره لكم بالنهار اهو. ده شكل السلك زي ما قلت لك، حلو جدا وعملي جدا. اي نوع سلك عندك بس يكون ضيق عشان ما يدخلكيش حشرات او فران او اي حاجه تخشلك من باب الشفاط، من شباك الشفاط. بجد حلو وعملي جدا. جربوا الفكره دي ان شاء الله هتعجبكم، عشان في ناس كتير بتشتكي ان في فران بتخش لها من الشفاط او حشرات. فالسلك ده كل ما استجمدتي وجبتي حاجه حلوه كل ما كان احسن يعيش معاكي. تالت فكره معانا النهارده وهي فرشه الاسنان. فرشه الاسنان دي اختراع بجد، يعني مفيده في تنظيف اي حاجه، وبالذات الاماكن الصعبه او الضيقه. خلي دايما عندك في المطبخ فرشه سنان نظيفه للمطبخ بس، والغسيل الحاجه في المطبخ. الفرشه دي يا ستي هنعمل بيها ايه، بشويه صابون. انا هستخدم الصابون اللي هو الابيض بتاع زمان ده اهو، اللي هو ده اهو، وشويه ميه وهرغيها. وهعمل بيها ايه بقى،
شايفين انتوا الاماكن اللي زي دي كده جبارة بتنضفها. وهوريكم حاجة كمان، دي ازازة المية عندنا اهي مركونة بقالها فترة، فلقيتها عملت ايه، حاجات سمرة اهي. بصوا زي تجير او تكيس كده، ما تعرفوش ده ايه. كمان عشان ان ابني ياما بيشرب من البق وكده، دي بهدلة اهي. فطبعا بصوا الفرشة بقى بتجيب اصعب الاماكن دي وبتنضفها. يعني انا كنت بغسلها بالليفة، حسيت الليفة ما نضفتهاش كويس. فبصوا الفرشة اهي. بصوا حتى اللي جوه ده كمان هتجيبه اهو. طبعا لازم تكون جديدة وناشفة عشان تنضف معاكي كويس. في فرش بديلة ليها في المطبخ بتتباع، بس يعني انا حاساها دي احسن عشان دي صغيرة بتوصل ايه لاماكن صعبة. ممكن كمان تفتحها من هنا لو في اي حاجة من جوه من هنا تجيبيها اهي. تعملي الحرف ده، وكمان هتعملها من هنا. بصوا عامله ازاي اهي. هغسلها بقى الازازه، هشطفها وارجع لكم تاني. ادي كده الازازه اتغسلت اهي. بصوا نورت ما شاء الله. انا قلت لكم نور عشان تبان. طبعا لو لقيت اي بهدله ولا حاجه تاني مش نطفت كويس تنضفيها تاني. وادي هي مكان الازازه. طبعا وانا بشطفها كان في حاجات مش نطفت كويس، بس عشان انا في الكاميرا شايلاها في الحامل بتاعي فكانت بتتهز معايا اهي. بصوا نطفت ازاي، عملت ازاي ما شاء الله. الفرشة دي تحفة تحفة بجد. طبعا برضو في اي مكان ضيق كده، في الخلاط، في غطا الخلاط ده، او في الخلاط نفسه، الخلاط بيبقى فيه تناية كده زي دي كده جوه، برضو هتنضفها معاكم اهي. بصوا كان فيه، بصوا اهي. ده طبعا ده عشان انا ما نضفتهاش كويس وكنت مستعجلة اهي. دي هكملها انا بالفرشة، بس برضو يعني طلعت الليفة مش هتعرف توصل للاماكن دي ولا تنضفها كويس. يبقى كده ايه، دي الفكرة التالتة معانا. تعالوا بقى للفكرة الرابعة. الفكرة الرابعة وهي مش فكرتي صراحة، هي فكرة والدتي. ده صاج الغسالة او التلاجة او اي حاجة عندك، لو دخلت لجوه مثلا اتخبطت، حد خبطها فالصاج ده دخل لجوه، هتعملي ايه؟ هتقومي تجيبي دي مضخة الحوض، وتروحي عاملاه كده اهو. المضخة دي بتشفط في اي حاجة معدن، وتروحي شدها. بصوا اهي، سامعين الصوت؟ هتلاقيها ردتها تاني على طول. بصوا هتضغطوا جامد وتروحي عاملاها مره والتانية هتلاقيها ردت معاكي، لو ما عملتش من اول مره يعني. ولو انتي مش قادره اعمليها، اخلي جوزك يعملها لك. دي كده الفكره الرابعه معانا. ودي طبعا زي ما قلت لكم انا سرقاها من والدتي، دي مش فكرتي، دي فكرتها. نيجي بقى لخامس فكرة، وهو الرز. لو عندك كمية رز كبيرة وعايزة تخزنيها ومش لاقيه لها مكان، خايفة من الرطوبة، من الحر، من المية بتاعة المطر، مش عارفة تخزنيها في البلكونة او في السلم، انا عندي الحل. هتجيبي صفيحة سمنة زي دي كده اهو اهي، وتروحي حطها في اي مكان جيد التهوية. بقى عايزة تحطيها على السلم بعيد عن، بس خلي بالك بعيد عن مكان يوصله برضو الحرارة او المية. يعني هي الفكرة ان هي ما تلطش الارض. هتحطي الصفيحة كده وهتقلبيها. طب ليه قلباها وملبساها الغطا بتاعها؟ علشان الناحية التانية من الصفيحة لو لطتها مية وانتي بتمسحي او كب مية في الارض هتعمل صدى، والصفيحة هتصدي وهتعلم وهتعمل تاكل هنا. فانتي هتقلبي الصفيحة وتحطي الشوال عليها. طبعا الشوال ده لحد 30 كيلو كانت شايلاه، وممكن تشيل لحد 50. انتي لو عندك اكتر ممكن تحطي صفيحة كبيرة او صفيحتين، او ممكن كمان تلبسيها كيس جامد. لو الصفيحة عندك مش ليها غطا او مش نافع لها الغطا، ممكن تلبسيها كيس جامد. طبعا ممكن ناس تقولي احطها على كرسي او حاجة خشب. انا بتكلم اللي ما عندوش حل او مش عارف يستخدمها ازاي. وبعدين دي الكرسي البلاستيك مش هيستحمل الاحجام التقيلة. فده والله بصوا لحد 30 كيلو بتشيل معايا. كمان حاجه في التخزين وانت بتخزني الرز، هقولك على حاجه تعمليها وانت بتخزني الرز بعد ما
تنضفيه كويس وتنسفيه، او زي ما بتقولوا بتغربلوه، او مش عارفه يعني. المهم هتحطي فيه ملح خشن او ملح ناعم، اي حاجه. الملح ده بيحافظ عليه من التسوس. انا بصوا حاطه ملح. وغير الملح ده صابون. الصابون ده اللي هو بتاع ده احنا عاملينه، اللي هو الصابون الابيض اللي هو اللي بيتباع في الاسواق، مش عارفه ب2 جنيه او ب3 جنيه، بس ده صغير عشان احنا عاملينه في البيت. بتحطيه طبعا. الصابون دوت مش ليه اي ريحه ولا بيعمل اي ضرر. وانا والله يعني دي مثلا دي تاني شوال اهو هستخدمه تاني شويه استخدمه بالصابون ده، مش بيجرى اي حاجه. الصابون بقى كده كده انت بتغسلي الرز. انا بغسل الرز 3-4 مرات، فعادي جدا مش هيعمل اي حاجه، والملح هيدوب وهيتغسل لما انت تغسلي الرز. دي كده ايه 5 فكره معانا في نصيحه يعني عند تخزين الرز. بتقدري بقى تخزنيه في اي مكان زي ما قلتلك براحتك، طالما انت رافعاه عن الارض. بس اهم حاجه تبعديه عن اي مكان يلطه ميه او حراره، بس عشان السوس يعني. وده الصابون ان شاء الله مع الملح مش هيخلي فيها اي سوسه خالص. انا مخزناه بصوا في المطبخ، في داخله المطبخ، والمفروض المطبخ حر جدا، ولا صيف ولا شتاء كان بيسوس والله ولا يدوب. سادس فكره معانا وهي خاصه بالحمام مش بالمطبخ. انا عندي بصوا الخرطوم ده ايديا وعينيا في الحمام كان طويل قوي ولطت الارض ومضايقني اهو. الخرطوم اللي هو بالحنفيه ده. فانا بعد يعني حلول كتير كنا عايزين نشيل دي، فلقيتها هتعمل مكان. طب نجيب واحده من هنا لهنا. تواصلت رحت ايه ربطه. الربطه دي بقى لها عايزه اقول لكم مثلا 6-7 شهور كده وما بيجرالوش حاجه، بستخدمه عادي. انا لو عايزه اطوله مثلا اعمل قدام الحمام يعني ابعد، بس هو بيجيب اصلا، هو شديد ورشه شديد فبيجيب. لو عايزه مثلا اجيب يعني المساحه ابعد، فهو يعني ريحني من المشكله بتاعت ايه بقى، ان هو متدلدل ومرهط وشكله وحش. طبعا المشكله دي ممكن تكون عند ناس وناس لا، فانا بقول لكم برضو ده حل من ضمن الحلول يعني اللي انا توصلت لها. سابع فكره برضو هي خاصه بالحمام والسيفون بالذات. طبعا السيفون لما بنيجي نضربه ممكن مثلا لو احنا هنضربه الضربه مش مستاهله ان انا انزل كميه الميه اللي في السيفون، فحرام. فده برضو لازم نقتصد ونرشد الاستهلاك، ولان دي حاجه هنتحاسب عليها. فانت ممكن تجيبي ازازه ميه 2 لتر. هو سعه السيفون الميه اللي بتنزل منه دي 5 لتر. ممكن تجيبي ازازه ميه 2 لتر او لتر على حسب ما انت تشوفي الميه بتنزل قد ايه ومستاهله يعني، بتنزل ولا لا، بتحسيها بزياده ولا لا. حطي الاول ال2 لتر. لو لقيتيها بتجيب مش بتنضف كويس حطي 1 لتر، وكده هتقلل. امليها يعني ازازه ميه امليها وحطيها هنا من بتاعه مثلا الساعه والحاجات دي. دخلي فكي دي وحطيها جوه واضربي بقى السيفون. هتقلل كميه الميه، لان هنا لما السيفون هيجي يعبي هيكون فيه حمل جوه، فهو هيعبي 3 لتر بس مش ال5. فكده هنقلل الميه، يعني انه هنقلل استهلاك الميه النضيفه، لان حرام بجد بتنزل ميه نضيفه ساعات على حاجات بسيطه مش مستاهله ان هي تنزل ال5 لتر. وتامن فكره معانا النهارده ان شاء الله هي برضو للتخزين. انت لو عندك مثلا نيش زي كده كبير، وبصوا هنا المساحه هنا كبيره اهي بتاعت النيش. عايزه مثلا تخزني بطاطس او بصل ومش لاقيه له مكان. البلكونه طبعا ممكن تكون مصدر للشمس او رطوبه او ان المطر تبوظ البصل او البطاطس. ممكن تجيبي هنا تفرشي ورق جرايد او قش اللي هو العفش او التبن او الحاجات دي، تحطي وتفردي عليها البطاطس او البصل. ما تحطيش بصله على بصله، وخلي بالك، او بطاطسايه على بطاطسايه، وانتي بتفرديهم تشيلي البايظ عشان البايظه هتكرلك وراها البايظ السليم كله. فبالتالي البطاطسايه او البصلايه البايظه هتبوظ لك وراها البصل او البطاطس كله. فانتي حطي ورقه الجرايد او العفش زي ما قلت لك وحطيها. اهم حاجه وانتي لما تحطيه بس النيش يكون في مكان جيد تهويه، مش يكون فيه حراره او مطر او رطوبه. يعني انتي ايه، حاول المكان يكون رطب كويس، بارد قصدي، كويس على قد ما تقدري، ما يوصلوش حرارة عالية عشان ما يبص البصل او البطاطس او اي حاجة انت عايزة تخزنيها هنا يعني. واهم حاجة ما تحطيش واحدة على واحدة زي ما قلتلك. تاسع فكرة معايا وهي خاصة بالصابون. طبعا كلنا بنطلع الصابونة بتقعد على الحوض، ما في ناس تكملش 2-3 اسبوع على حسب الافراد والاستخدام في البيت. هقولك على حل يطول عمر الصابونه معاكي شويه نوعا ما بجد، يعني هو مجرب. هتعملي ايه؟ هتجيبي الصابونه اول ما هتجيبيها بصوا هتطلعي، هتروحي مفكها من كيسها
وتطلعيها وتروحي حطها في مكان فيه هوا، يعني على شباك الحمام، على شباك المطبخ، في مكان يكون فيه هوا، او في البلكونه، بس بحيث ان الشمس ما تلطش المكان ده. خلي بالك. هتسيب البتاع الصابونه اسبوع على الحنفيه، يعني مثلا انت جبتي صابونه، جبتي 2، هتحطي واحد على ما التانية تخلص، مثلا تخلص في خلال اسبوع، هتسيبيها اسبوع، 10 ايام على حسب ما انت عايزه. شوفي بقى الفرق. الصابونه ان كانت بتقعد اسبوع هتلاقيها قعدت 10 ايام على الصبانه في الحمام. ليه؟ السبب ان الهواء بينشفها، ان الصابونه لما بتبقى جايه طريه، بصوا بتبقى سهله التقشير، انما لما تتحط في الهواء كده الهواء هينشفها، فهتنشف شويه، فهتلاقوها بدات ما ترخيش معاكوا على طول، تلاقيها بتفرول في ايديكوا كده وبتتهري وبتطرى. طبعا الصابون ده، الكلام ده قصدي ماشي على اي نوع صابون، سواء الابيض ده اللي طبعا اللي احنا عاملينه في البيت مش شارينه، الابيض ده، او اللي هو ده اللي بتاع الايد، او الجليسرين، او اي نوع، جربيها وان شاء الله هتعجبك. عاشر فكرة معانا، وهي اهم فكرة في الافكار كلها، هتخسرك كتير بجد لو ما عملتيهاش، هي انك تحطي لي لايك، ولو مش مشتركة في القناة اشتركي فيها وفعلي زرار الجرس علشان يوصلك مني نصايح كتير تعرفي تستخدميها في حياتك، لان انت لو ما حطيتيليش اللايك واشتركتي في القناة مش هتشوفي فيديوهات مني تاني. طبعا انا بهزر، اللي حابب يشترك يتفضل، واللي مش حابب براحته. المهم تدعولي دعوة حلوة لو استفدتوا بجد من النصايح دي، وفي حد جابت معاه نتيجة. وبجد انا ما بنزلش النصايح دي الا والله بجد عن تجربة، يعني بتكون جابت معايا نتيجة، ما بعملش حاجة الا عن استخدام سنين والله. يعني كل النصايح دي سواء من مامتي او مني انا خدتها وراها، وبتبقى استخدام سنين، والواحد حاجات بيبقى بيكتشفها وهو شغال، حلول بتحاول في البيت، يعني بيحاول ان هو يعني ينجز بيها شغل البيت، وفي نفس الوقت يعني يرشد استهلاكه ويحافظ على بيته، يكون موفر ومدبر على قد ما يقدر، وحاجات تريحنا في الشغل اكتر واكتر. وبكده تكون افكارنا النهارده خلصت، استنوني في افكار جديده ان شاء الله هتنفعك في البيت، في التخزين، في اي حاجه. استنوني في فكره جديده، ولو عجبك الفيديو مش تنسيني باللايك، وتقولي لي ايه اكتر فكره عجبتك في الكومنتات، وعايزين افكار تاني ولا لا. ولو اول مره تشوفي القناه اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.